السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوى كتذوب لكم بالمربى والكوك، ونستمتع بقشور ديال التين. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها النهائي. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. كنحتاجو المقادير: 2 بيضات، ربع كاس ديال الزيت ديال اتاي، كاس ديال السكر يكون ديال اتاي، 100 غرام ديال الزبدة تكون طرية، معلقة صغيرة ديال القشرة ديال التين، 7 غرام ديال خمارة الحلوى، والدقيق حسب الخليط. بالنسبة للتزيين كنحتاجو الكوك، وكنحتاجو الكونفيتير دوب ده مع واحد المعلقة صغيرة ديال الزبدة وشوية ديال الماء. كناخدو العجان، بسم الله، كنديرو فيه قبيصة ديال الملحة، وكنديرو البيض والسكر والزيت قشرة ديال التين. كنضيفو الزبدة، كيف ما كتشوفوا ملي خلطنا الزبدة مع هذا الخليط اللي بهذا الشكل، وداب لينا السكر، كنضيفو الدقيق، 1 2 3 4 5. كنضيفو الخمارة، 10 11 12 13. كيف ما كتشوفوا هي العجينة جمعتها صافي. دخلت ليا 15 معلقة ديال الاكل
تكون عامرة ولا بهذا الشكل. دابا غادي نشكلوها. صافي كندخلوهم للفران على الحرارة 150 لمدة 12 دقيقة حتى 15 دقيقة، لأنهم دغيا كيطيبوا. كيف ما كتشوفوا هي الحلوى طابت، ولات بهذا الشكل، مخصهاش تحمر بزاف. دابا كنديروها في الكونفيتير كما كتشوفوا وهي سخونة. كنديروها في الكوب بهذه الطريقة. كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم، وكتجي رائعة بالقشور ديال التشين، تعطيها واحد النسمة زوينة. كما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل بالطريقة. كيف ما كتشوفوا هي الحلوى ولات بهذا الشكل، كتجي لذيذة ورطبة كتذوب في الفم ومنسمة بالقشور ديال التشين. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم، وكذلك الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.